عندك مشكلة في هذه العودة. هذه العودة ليست عودة كاملة، يعني هو يريد من حيث الشكل أن يثبت أن هذه العودة عودة كاملة، لكنه في واقع الأمر هي عودة جزئية. يعني كيف ستكون؟ يعني هو لم يشر إلى ذلك. يعني هو أحد المسؤولين في هيئة السكك الحديدية قال أنها عودة جزئية. أنت مضطر أن تكون عودة جزئية وليس قرارا منك أن تكون عودة جزئية، لأنه بحسب تصريحات المهندس أحمد رأفت وهو مهندس في قطاع سكك الحديد، قال انه السرقات التي تمت للقضبان وخلافه التي تمت خلال الفترة الماضية سوف تؤثر في خدمة القطارات بنسبة 70%، لانه السرقات كما وصفها انها كانت عملا ممنهجا، وانه كانت في عصابات، والمؤسف جدا انه يقول انه كانت في عصابات. هذه العصابات كانت تستغل فترة حظر التجوال. يعني الاصل في الاشياء ان حظر التجوال مانع لمثل هذه العصابات من العمل، لكن من الواضح أن سلطة الانقلاب كانت تركز طوال الوقت في تركيزها، كانت مهتمة بالجانب السياسي فقط،